أهلا بيكم. فيلمنا بيبدأ مع ظاهرة غريبة بتحصل في مكان قديم جدا ومهجور، وبيشتغل الكشاف لوحده وبتحصل حاجات مريبة، وبيقوم راجل من الموت بعد قرون طويلة وبيستعد عشان ينتقم. وبنعرف إن الناس بيقدسوا جدا يوم التلات وبيعتبروه يوم مميز وبيعملوا فيه فطائر من نوع خاص. وفي نفس الوقت ده بنشوف مجموعة من الشباب رايحين رحلة مع بعض وبيستعدوا عشان يبدأوا المعسكر بتاعهم الجديد. وبتقعد فيس هادية جدا طول الطريق لأنها لسه جديدة ومتعرفش أي حد فيهم، والكل بيكون عنده فضول يعرف هي مين ويتقربوا منها اكتر. وبيعجب بيها كل الولاد وبيحسوا انها بنت مختلفة شوية، وعشان كده بتغير دانيلا منها جدا وبتحطها في دماغها وبتروح تتكلم معاها وبتحاول تقلل منها وتنها شوية. وبترد عليها فيث بكل ثقة وبتدافع عن نفسها. ولما بتشوف جاكلين اللي حصل بتقرر تروح تتصاحب على فيث لانها بتحب شخصيتها جدا. وبيحاول الكابتن بتاعهم يسيطر على الوضع شوية وبيقوم يتكلم مع المجموعة كلها، ولما بيحس ان مفيش حد مهتم بكلامه بيغضب جدا وبيصرخ في وشهم عشان يسكتوا. وبيقول لهم ان اسمه دوج وانه هيقدم لهم بيتزا مجاني في اخر الرحله، وهيحرم اي حد بيعمل شغب من الاكل عقابا ليه. وبيعدي الاتوبيس بتاعهم من قدام الدكتور بيتر وبيسال الموظف الموجود في البنزينه الاتوبيس ده رايح فين بالظبط، وبيعرف منه ان الكنيسه كل سنه بتبعت لمجموعه من الشباب عشان يعملوا معسكر ويتعلموا حاجات جديده ويستقبلوا مجموعه من الاطفال ويساعدوهم. ولما بيعرف بيتر الكلام ده بيقرر يشتري شوية مفرقعات وكيكة وما بيقولش ايه السبب. وبيوصل الشباب للمكان بتاعهم وبيشرح دوج للسواق ليون يجيب الأطفال فين بالظبط عشان ما يتوهش في الطريق، وبيطلب منه يجيبهم لهناك على طول بدل ما الوقت يضيع زي المرة اللي فاتت. وبيعرفهم دوج بعدها على زمايله وتريزا والطباخ ريجي، وبيتكلموا معاهم بكل حماس وبيحاولوا يحببوهم في المكان. وبتفرح جدا كاندرا وكورتني بالفكرة وبيتحمسوا ليها جدا، وبتوزع تريزا المهام عليهم كلهم. وبتفرح جاكلين لانها هتكون مع فيث في نفس المهام. وبيركز جيف وستان على فيث جدا وبيتمنوا يلاقوا طريقة يتعرفوا عليها بيها. وفي الوقت ده بيكمل السواق في طريقه عشان يروح يجيب الأطفال، وبدل ما ينفذ اللي دوج قال له عليه بيقابل 2 ستات على الطريق وبيقرر ياخدهم معاه ويقضي شوية وقت حلو. ومحدش بياخد باله انه وحش الحطام قريب منهم وبيراقبهم. وبتحس واحدة منهم ان في حد بره على الباب، والتانية بتحاول تهديها وبتشوف ان دي مجرد اوهام مش اكتر. وبتتصدم لما بتشوف الوحش لابس قناع وواقف ورا صاحبتها، وبيخلص عليهم الاتنين بالفاس بتاعه وبيروح لليو عشان يتخلص منه هو كمان، وبيفصل راسه عن جسمه في ثواني. وبيتملي الاتوبيس كله بالدم، وبتقف جاكلين تتكلم على جنب مع فيث وبتاخد بالها ان في حد واقف وراهم بيراقبهم. وبيروحوا يشوفوا مين ده وبيلاقوا زميلهم ايرني، وبيقول لهم انه بس كان بيراقب الطيور بالمنظار بتاعه. ولما بتشوف فيث رسوماته بتتخانق معاه وبتمشي وتسيبه. وبيخطط ستان وجيف ازاي يتعرفوا على البنات باي طريقه لان ستان مهووس بفيث. وبيجي الموظف ألبرت وبياخدهم بالعافيه عشان يشتغلوا في الاسطبل، وبيقف يتفرج عليهم وبيدخن براحته. وبيحسوا هما الاتنين ان الموضوع صعب قوي عليهم وبيتعبوا بسرعه جدا. وبيستغلوا فرصه انه مشغول وبيتفرج على صوره حبيبته وبيهربوا بسرعه. وبيتفاجئ انها واقفه وراه فعلا وبيجري عشان يسلم عليها، وبيستغرب انها موجوده في المكان ده وما بيكونش عارف ان ده الوحش بس على هيئه مراته. وفجاه بيظهر الوحش بشكله الحقيقي وبيحاول يخلص عليه وبيقتله بكل وحشيه وبيرمي راسه لبعيد. وبنتعرف بعد كده على الحارسة بتاعة المكان لوين بوتس، وهي المسؤولة عن الأمان والهدوء في الحديقة. وبيدخل بيتر يتكلم معاها وبيطلب منها تفضي المكان كله بأسرع وقت ممكن. وبتسأله لوين إيه السبب اللي خلاها تعمل كده، وبيحاول بيتر يقنعها إن المنطقة دي مسكونة وإن كلهم في خطر. وبتشوف لوين إن الكلام ده كله هبل، وطبعا مش بتصدق وبتاخد الموضوع بهزار. وبتطلب من زميلها تشيب ياخد بيتر ويوصله للباب لانها مش فاضيه ووراها شغل كتير جدا. وبيصمم بيتر يوريها صور كتير جدا قطعها من الجرايد، وبيقول لها ان في جرائم كتير جدا حصلت في المنطقه دي على مر السنين، وان في ظاهره بتحصل كل 30 سنه في الوقت ده تحديدا. وبياكد لها انه اخطر يوم هو يوم الثلاث، وبيحذرها ان الناس كلها هتموت بسبب انها ما صدقتش كلامه. وبتغضب لوين اكتر وبتبدا تتكلم معاه بطريقه مش حلوه وبتطلب منه يمشي ويخليه في حاله. وبيخرج شيب وراه وبيطلب منه ما يزعلش منها لانها فعلا مشغوله، وبياخد ورقه من اللي معاه وبيقول له ان فيها وصفه اكل عجبته. وفي الوقت ده بتستعد كورتني وكندرا عشان يعوموا شويه، وبيقف ايرني بعيد وبيتفرج عليهم وبيحس انه وحيد وملوش اي اصحاب وبيتضايق جدا. وفجاه بيسمع صوت غريب وراه وبيتفاجئ بشكل الوحش، وللاسف ما بيلحقش يهرب وبيقع تحت ايده وبيرميه تحت شجره ضخمه وبيقضي عليه بكل وحشيه. ومحدش من البنات بياخد باله من حاجه خالص، وبيخلصوا سباحه وبيقرروا يمشوا عشان الرعد هيبدا.
وفجأة بيجري ستان على البنات وبيوقع فيث في الأرض وبيحاول يتقرب منها، ولما بتتخانق معاه بتصمم إنه يبعد عنها بيحس إنها فعلا صعبة قوي، وبيقول له جيف إنه هيضيع وقت كبير معاها على الفاضي، وبيصمم ستان يمشي وراها وبيسيب جيف لوحده في الغابة. وفي مكان تاني في الغابة بيروح ولد اسمه ستيف يجيب حاجة يشربها، وبيستغرب لما بيلاقي عجلة مركونة في نص الطريق، وبيهجم الوحش عليه وبيمسكه من رقبته وما بيلحقش يهرب منه وبيفضل يصرخ من كتر الألم. وبتسمع دانيلا صوته وبتحس إنه بيهزر معاها، ولما بتلاقي الصوت بيعلى أكتر بتقلق وبتقوم تدور عليه، وبتفضل تنادي عليه في كل مكان وتشتمه، وبتقول له إن هزاره تقيل جدا فعلا وإنها ما بتحبش النوع ده من الهزار. وبتترعب لما بتلاقي راسه بتترمي عليها، وقبل ما تستوعب اللي بيحصل بيوصل الوحش وبيمسكها بالعافية وبيشل حركتها وبيفضل يعذب فيها شوية قبل ما يقتلها. وبتقعد فيث في المطبخ وبتقرر تعمل كيكة، ولما بيشوفها ريجي بيفرح جدا وبيعرض عليها انه يساعدها، وبيدخل ستان وراها وبيقف يتكلم شوية وبيقول لها انه ما بيحبش المطبخ قوي ولا بيعرف يطبخ. وبتحس فيث انه لذيذ وبتقرر تديه فرصة وبيهزروا مع بعض شوية وبيقضوا وقت ممتع في المطبخ. وبيدخل شوية من زمايلهم وبيلعبوا معاهم والمطبخ بيتقلب كله على بعضه بسبب هزارهم مع بعض. وبتقع فيث على الارض وهدومها هي وستان بتتملي بالاكل، وبيحصل نفس الموضوع مع جاكلين وبتلاقي نفسها متغرقه شوكولاته وكيكه. وفي الوقت ده بتأمر لوين شيب انه يتاكد من الخبر الموجود في الجورنال لان في 2 مفقودين، وبتبدا تفكر في كلام بيتر وبتحس انها لازم تهتم بالموضوع ده فعلا. وبتتصل بواحده صاحبتها وبتعرف منها كل المعلومات اللي حابه توصل لها، وفجاه بتسمع صوت غريب قريب من الباب وبتخرج تبص على المكان، وبتمسك السلاح بتاعها وبتقرر تلف المكتب كله عشان تطمن. وفجأة أول ما بتلف وراها بتلاقي الوحش في وشها وبيرميها بقوة لبعيد وبتستغل الفرصة وبتضرب عليه نار، ولما بيقع على الأرض بتفكر إنه خلاص مات وبتقرب منه وبتضربه أكتر من مرة عشان تتأكد إنه فعلا مات، وبتجري على مكتبها عشان تطلب المساعدة. وللأسف الوحش بيكون لسه عايش وبيهجم عليها وبيسحبها في الأرض وبيضربها بالفاس في ظهرها. وبتحاول لوين تبعد عنه على قد ما تقدر وتقاوم الألم اللي حاسة بيه، وبترمي عليه كل الحاجة اللي قدامها ومفيش حاجة بتأثر فيه خالص. والغريب إنها أول ما بترمي مشروب من الفطاير عليه بيتألم جدا وجسمه بيطلع دخان كتير كأنه بيتحرق، وأول ما بيمشي بتقع لوين على الأرض وبيغمى عليها من كتر التعب. وفي نفس الوقت بيروح جيف يقعد مع كورتني وكيندرا وبيقنعهم انهم يشربوا مع بعض شويه ويستريحوا قبل ما يكملوا اللي وراهم. وفجاه بيدخل الوحش من بين الخشب وبيهجم عليهم وبيمسك جيف من راسه وبيضربه بكل قوه في الحيطه، وبتستغل البنات الفرصه وبيهربوا لبعيد. وبتقع كيندرا في الفخ اللي هو عمله وبتتعلق في الشجره، وبتتحايل على صاحبتها ما تسيبهاش لوحدها وتساعدها، وللاسف البنت بتخاف وبتجري وبتتخلى عنها. وبتفضل كيندرا تصرخ لحد ما الوحش بيجي وبيضربها في نص راسها بفاس صغير وبيتخلص منها. وبتحاول كورتني تبعد على قد ما تقدر وبتفضل تجري بشكل عشوائي لحد ما بيضربها الوحش وبيرميها على الارض وبيمسك حجر كبير وبيكسر بيه جسمها كله. وبيروح بيتر بنفسه للشباب وبيقرر يتكلم معاهم وبيقول لهم انهم لازم يمشوا كلهم في اسرع وقت لان المكان ده ملعون وممكن يموتوا. وبيغضب دوج منه وبيطلب منه يمشي ويبطل هبل، وبيهدده انه هيطلب الشرطه لو صمم يكمل في كلامه. وبيوريهم بيتر كتاب خاص بالفطاير وبيقول لهم انه كله كذب في كذب، وبيحس ستان ان كلام بيتر مضحك وبيفرح بيه جدا. وبيحس باقي الشباب انهم متضايقين من بيتر وبيقلقوا من كلامه. وبيبدا بيتر يحكي قصه الحديقه الملعونه اللي بيتكلم عنها، وبيقول ان سنه 1892 في يوم 3 في واحد اسمه جيسون كان في الحديقه دي وبيشم ريحه حلوه جدا وبيفضل ماشي وراها عشان يعرف مصدرها. وبيوصل لكهف موجود في وسط الغابه وبيعرض عليه صاحب الكهف انه يدخل وياكل من الفطاير بتاعته بما ان ريحتها عجباه. وبيعجب جيسون بطعمها جدا وبيتوهم بيها وبيفكر انه ممكن يبيعها ويكسب منها كتير جدا. وبيعرض مبلغ كبير جدا على صاحب البيت وبيطلب منه في المقابل يديه وصفة الفطاير، وبيرفض الراجل الفكرة وبيقوله ان دي ورث من العيلة بتاعته ومش حابب يطلعه بره. ومن كتر طمع جيسون قرر يضغط عليه وبيفضل يعذب فيه وبيحط راسه في المية وبيخليه مش قادر يتنفس، وبيقتله في الاخر وبيدور في البيت كله لحد ما بيوصل للورقة اللي فيها الوصفة. وبيقول لهم بيتر ان باقي القصة كلهم عارفينها، وهي ان جيسون عمل ماركة تجارية معروفة جدا باسمه وبيبيع الفطاير دي لحد دلوقتي ومحدش يعرف انه حرامي وقاتل. وبتحس فيث انها مش مصدقه وبتقوله انه كذاب، وبيضطر بيتر يكمل اهم جزء في القصة وبيقول لهم ان بعد 30 سنة من الحادثة اللي حصلت دي صاحب الوصفة بيقوم تاني من موته يوم التلات برضه، وبيفضل يلف في الحديقة ومعاه كمية كبيرة من الفطاير وبيقتل اي حد يقابله في طريقه وبينتقم من اللي اتعمل فيه. وبيقول ان في شخص واحد بس هو اللي قدر يهرب من تحت ايده، وبيقطع دوج كلامه وبيطلب منه يسكت وبيشوف ان كل اللي بيقوله مجرد وهم، وبيطلب من ريجي يطرده بره.
وبيحذرهم بيتر قبل ما يمشي وبيقول لهم انهم هيموتوا لو فضلوا مقتنعين ان دي مجرد قصة، وبيلومهم على غبائهم. وبيحاول دوج يسيطر على الوضع وبيطمنهم بعد اللي حصل، وبيحس ريجي انه مقتنع بكلام بيتر وبيقلق جدا. وبتخرج فيس تشم شوية هوا لوحدها وبيروح ستان وراها، وبيعرف منها انها خايفة من القصة دي جدا وبيحاول يطمنها. وبيقرر بيتر يرجع لبيته، وفجأة بتظهر قدامه لوين وبيوقف العربية عشان يشوفها، وبتحاول تقوله اللي حصل بس بيغمى عليها تاني. وبيشوفها شيب من بعيد وهي بتركب العربية، وأول ما بيوصل بتكون العربية مشيت ومش بيلحق يتكلم معاها. وفجأة بيلاقي قدامه فطاير كبيرة جدا وريحتها حلوة، وبيجري عشان ياكل منها لأنه جعان. وبيستغل الوحش الفرصة دي وبيقف وراه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت. وبيقعد شوية من الشباب في المطبخ وبيتحمسوا عشان هياكلوا فطاير مع بعض، وبيعتذر لهم ريجي لأن المشروبات قليلة، وبيقترح عليهم يقسموا الكميات مع بعض، وبيتمنى انهم يستمتعوا بالاكل وبيقضوا ليله حلوه. وبتطلب تريز منهم يصلوا الاول قبل ما يبداوا اكل، وبتحاول جاكلين تلطف الجو وبتفضل تغني بصوت عالي جدا. وبيتعب دوج من صوتها وبيحس انه زهق، وبيطلب منها تسكت وتبدا تاكل قبل ما الاكل يبرد. وبعد فتره بيلاحظ دوج ان ارني مش موجوده بينهم، وان في بنتين كمان مش موجودين، وبيحس ان دي حاجه غريبه لان الوقت اتاخر. واول ما بيمد ايده وبيسحب فطيره بيتصدم لانه بيلاقيه وش ارني، وما بيكونش قادر يستوعب الموقف. وبتبدا تريز تصرخ من كتر الخوف، وبيكسر الوحش باب المطعم وبيرميه على الارض وبيدخل عليهم، وبيوقع الاكل من ايد ريجي اول ما بيشوف المشهد المرعب ده. وبتقف جاكلين قدامه وبتفكر ان حد متنكر، وللاسف بيضربها بالفاس في نص راسها وبتموت في ثواني. والكل ساعتها بيتاكد انه في خطر، وبيحاولوا يهربوا وبيصرخوا في وقت واحد. وبيستخبى دوج تحت الترابيزه شويه وبيقوم مفزوع وبيحاول يهرب، وبيدخل لمكان وبيقفل الباب عليه كويس وبيحاول يهدى ويفكر هيتصرف ازاي. وبيكتشف انه زمايله مستخبيين في نفس الاوضه، وبيقول له ريجي ان الشباب اللي بره محتاجين المساعده. وبيصمم دوج انه مش هيفتح الباب لاي حد ومش هيعرض حياته للخطر تاني. وفي اللحظه دي بيرمي الوحش واحده من الضحايا على صندوق الكهرباء، والكهرباء بتقطع في المكان كله. وبتجري تريز وبتفضل تخبط على الباب وبتتحايل عليهم يفتحوا وينقذوها، وللاسف محدش بيوافق يفتح لها، وبتموت بطريقه بشعه جدا قدام عينيهم. وبياخد رقبتها وبيرميها على واحد تاني وبيموت هو كمان. وبيستعد الوحش بعدها عشان يوصل لدوج واللي معاه لان مش باقي حد غيرهم. وبيجري دوج من الباب التاني وبيحاول يهرب، وبيروح وراه ريجي وفيس وستان، وبيحاولوا كلهم يفتحوا باب الجراج عشان يخرجوا منه. وبتحذرهم فيث ان الوحش خلاص قريب منهم جدا، وبيقدر ستان يرفع الباب في الاخر وبيعدهم كلهم الاول. وللاسف ما بيلحقش يهرب معاهم ومصيره بيكون الموت. وبتزعل فيس جدا عليه لانه كان شجاع وحاول يحميها، وبيشدها ريجي بالعافيه وبيقول لها انهم لازم يهربوا لان مفيش اي وقت للحزن. وبيجروا الاتنين شويه وبيلاقوا في الطريق ست قاعده ومدياهم ظهرها، وبيحاول ريجي يحذرها عشان تهرب معاهم. واول ما بيلمسها بيكتشف ان هي كمان ميته، وبسبب الوقت اللي ضيعوه بيوصل الوحش لمكانهم، وبيجروا يستخبوا في الاسطبل. وبيراقبوا تحركات الوحش من بين الخشب وبيلاقوا جدا يوصل لهم، وكل واحد بيمسك خشبه وبيحاول يستعد لاي هجوم. وفجاه بيلاقوا بيتر داخل عليهم وبيشرح لهم اللي حصل مع لوين، وبيقول لهم ان الوحش بيتاثر بمشروب الفطاير، وبيشوف ان دي اكتر حاجه ممكن تقضي على الوحش ويتخلصوا منه بسببها. وبيشوف ريجي انها فكره سخيفه جدا لانهم مش هيقتلوا وحش بشويه حلويات يعني. وبتقرر فيس تجرب حظها وتستخدم خطته، وبيظهر دوج قدامهم وبيطلب منهم يهدوا لان صوتهم عالي جدا وممكن يجذب الوحش لمكانهم. وللاسف بيهرب من جنبهم وبيقع في اول فخ بيقابله وجسمه بيتقسم نصين. وبيشوف بيتر ساعتها ان الوحش قتل عدد كبير جدا من الناس، وانه بقى اقوى من الاول بكتير ولازم يحطوا حد ليه. وبتاخد فيس اي حاجه ممكن تحتاجها في الحرب دي، وبتصمم انها تساعده. وبيقنع ريجي انه يتعاون معاهم لانه مش باقي غيرهم هما الثلاثه. وبيروحوا مع بعض للكوخ اللي بدأ فيه كل ده، وبيلاقوا الشوايه اللي كان بيعمل عليها الفطاير. وفجاه بيطلع الوحش من الفرن وبيكون في كامل قوته، وبياخد كل الادوات اللي معاهم وبيرميها من الشباك. وبيحاولوا هما الاتنين يمنعوه انه يأذيهم، وبتتعور فيث في ايديها، وريجي كمان بيتصاب. وبيوصل شيب فجأة وبيقول لهم بكل سعادة انه قدر ينقذ نفسه وهيقدر يساعدهم، وما بياخدش باله ان الوحش اصلا جنبه. وبيمسكوا الوحش وبيطلع قلبه في ايده وبيموت في الاخر. وبيدخل بيتر في الوقت ده وبيقول بصوت غريب انه هيخلص عليه النهارده، وبيفضل يضرب عليه نار لحد ما الرصاص كله بيخلص. واول ما الوحش بيضعف شويه بيستغلوا الفرصه عشان ينفذوا خطتهم. وبيحاول بيتر يفتح علبه الفطاير بس بتعلق معاه، واول ما الوحش بيقرب منه بيحاول يضربه بايده، وبيضيع شويه وقت لحد ما العلبه بتتفتح. وبيضربوا الوحش مره واحده وبيوقعه على الارض، وبتمسك فيس البندقيه عشان تدافع عنه، وبيمسكها الوحش وبيرفعها لفوق بكل وحشيه وبيرميها لبعيد. وبتستغل كلام بيتر وبترمي على جسمها كله من نفس المشروب، وبتقف قدام الوحش وبتقوله انها تبقى حفيده جيسون اللي قتله زمان. وبتلومه ان هو اللي كان غبي ومعرفش يستغل الوصفه بتاعته كويس، وان جدها كان راجل شاطر. وبتقوله انها هتورث كل الثروه دي والوصفه بتاعته الاصليه كمان. وبيغضب الوحش جدا وبيهجم عليها، بس بيموت بسبب المشروب اللي على جسمها.
وما بيقدرش يأذيها، وبيستريح بيتر وريجي لما بيلاقوها لسه عايشة. وفجأة البيت كله بيتدمر مع الباقي من جسم الوحش. وتاني يوم الصبح بيقفوا هما التلاتة على الطريق وبيركبوا مع راجل معدى بعربيته، وبيطمنهم الراجل انه هيوصلهم لمكان آمن. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.